ساعات الإنسان بيشعر بالشتات، إنه مشتت، عامل زي اللي فاتح شاشة كمبيوتر كده وفاتح 20 صفحة في نفس الوقت، 20 ويندو في نفس الوقت، بيفكر في 20 اتجاه، مشتت، مهموم، دايما مصاب بعدم الرضا والحيرة والهم والحزن. طيب النهاردة انت لو عايز تلم شملك تعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، يشعر كده بالرضا، وجمع له شملة، تحس كده ان هو ماسك نفسه وعارف هو عايز ايه ومطمئن، وأتته الدنيا وهي راغمة، تجيله الدنيا تحت رجله. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، أينما يكون يشعر كده بالفقر، ما بيشعرش أبدا بالرضا أبدا، على طول حاسس إنه فقران. ربنا بيديله مش بيديله، هو دايما حاسس إن هو فقران ومتضايق ودايما مش راضي. وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى علاج الشتات ده علاج الرضا، إن الإنسان تكون الآخرة همه، دايما في المسجد، دايما بيقرأ قرآن، دايما قريب من ربنا سبحانه وتعالى، دايما في الدعاء، دايما مطمئن، فيجمع الحق سبحانه وتعالى عليه شمله ويجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة.